إنفاق الأموال بالطريقة الصحيحة أحد الأمور التي يسعى العديد من الآباء لتعليمها لأبنائهم. مدرسة في الهند ابتكرت وسيلة تشجع طلابها على ادخار المال وفي الوقت ذاته الانضمام إلى فصولها. صفاء كرمان تطلعنا على التفاصيل. كثيرا ما نقلت حكايات تروي فصولا من صراع المال والعلم، لكن مدرسة هندية قررت أن تعد أبنائها لمستقبل يجمع بين الاثنين، فإلى جانب منهجها التعليمي المعتمد على الكتب هناك دفاتر حسابات بنكية لا يحصل عليها الطفل إلا بشرط أن يكون طالبا في سجلات المدرسة. بدأنا بنك الأطفال العام الماضي، ووضعنا نصب أعيننا هدف أن نغرس في نفوس الأطفال منذ نعومة أظافرهم أنه بإمكانهم أن يكونوا منظمين ومحميين من الإسراف والتبذير في نفس الوقت. والآن وقد شارفنا على إنهاء العام الأول، سعيدة جدا بإعلامكم أن الأطفال أودعوا أكثر من 2,000,000 روبية، أي ما يزيد عن 4,000 دولار، وتم تحويل أكثر من 5,000 دولار. توفير المال ليس الفائدة الوحيدة التي يراد تعليمها للأطفال، فإلى جانب كونهم عملاء للبنك هم لاعبون لأدوار أخرى. هذا بنك خاص بالأطفال فقط، لكنهم لا يودعون المال وحسب، بل ويديرون البنك أيضا. الأطفال يصطفون في الطابور هنا لا استعدادا لدخول الفصل، وإنما للتنافس في ادخار قليل أموالهم. ادخرت حتى الآن 22 دولارا و25 سنتا. لقد جمعت هذا المال من مبالغ أعطتني إياها أمي. أختي أيضا تدخر مثلي، لكني جمعت أكثر منها ب7 سنتات. أرقام صغيرة قدرتها عقول الصغار هنا، فهي تدرك أن القليل كثير ما حفظ عليه والعكس بالعكس. تنضم إلينا من بيروت الخبيرة التربوية السيدة عبلة بساط جمعة. سيدة عبلة، في أي سن تحديدا يبدأ إحساس الطفل بالمال؟ والله في الأيامات صار الإحساس بالمال بفترات كتير مبكرة، يعني أولادنا عم يوعوا لأهمية المال بأوقات كتير مبكرة، عم يتعلموا الشراء وبيشوفونا كيف عم نشتري، وطبعا بيقلدوا الكبار، فالإحساس بالمال صار كتير مبكر الوعي عليه. عندما نقول هذا رجل مسرف وذاك رجل مقتصد مدبر وهذا الثالث بخيل مقتر، هل هؤلاء يولدون هكذا؟ هل هذه الصفات الخاصة بالتعامل مع المال بصور مختلفة صفات موروثة أم مكتسبة من الأسرة ومن البيئة المحيطة؟ لا أكيد هالأمر هذا أمور أكثر ومكتسب، وأنا بحب أقول إنه من تحضير أولادنا لمستقبل واعد أو ليكون إحساس بمسؤولية وإنسان راشد في المجتمع، هي من الأمور المهمة إنك تحضرهم لتدبير مالهم بجانب الصدق وبجانب تدبير الوقت. من أهمية تربية الأولاد على تدبر المال، ماني مانجمنت، شغلة كثير مهمة. وطبعا بتبلش في إعطائهم المصروف وتعليمهم كيفية صرف المصروف. يعني أنا سمعت في الريبورتاج على أنه الأطفال عم بيتعلموا يدخروا، أنا بحب زيد يا ريت يتعلموا يتصدقوا، لأنه أي مبلغ بفوت علينا أو على جيبتنا لازم نقسمه لأجزاء من الادخار، أجزاء من الصدقة، وأجزاء من الإنفاق حسب قدرتنا الشرائية أو قدرتنا المالية. طيب. فإذا تعلموا الأطفال في عمر مبكر كيف يتعاملوا مع المصريات اللي بتجيهم بهالطريقة هيدا، أنا أعتقد بيصيروا مدبرين رائعين لمالهم. دكتورة عبلة، ترين من الأفضل إعطاء الطفل مصروفه يوميا أم أسبوعيا؟ هلا هذا بيعتمد على الاحوال، طبعا لما بيكون طفل صغير افضل انك تعطيه اياه يومي، بس مجرد ما يكبر ممكن تعمل له اياه مرتين بالاسبوع لحتى يصير يكون عنده القدره التدبريه على مره بالاسبوع، الى ان يصير في عمر الرشد. طبعا لما يدخل على الجامعه بصير مره مرتين بالشهر مثلا او كل 15 يوم. فالفكره تصاعديه ما فيك تحكمها. اذا علمنا اولادنا كيف ينفقوا، كيف يروحوا معنا على السوبر ماركت وبلشوا هن يدفعوا، كيف يشتروا، كيف يعدوا، قديش بيرجع لهم، قديش بدهم يوفروا، كل هذا بيأهلنا على انه نبلشهم المصروف يوميا في بدايه الامر وتصاعديا فيما بعد. هل ترين من الحكمه اطلاع الاطفال او اقحام الاطفال في اداره المال في الاسره، اطلاعهم على مقدار دخل رب الاسره وطريقه انفاق هذا المال؟
مش بالصوره العامه، بس طبعا انا بحبهم يعرفوا انه في عندنا مدخول معين خاص مثلا لانفاق الغذاء او لانفاق الثياب. مثلا اذا حطيناهم بجو ان احنا رايحين على التسوق وفي معنا هالمبلغ هيدا لنشتري فيه حاجياتنا، وانت مسموح لك تشتري فيه غرض واحد لانه الباقي للاسره، ممكن كثير نحطهم في هالاجواء، وهيدا بيساعدهم على التدبر. وكمان لما بدنا نجي لنشتري حاجياتهم الخاصه ان كانت دراسيه او كان الملابس في الاعياد او في المواسم، كمان كثير حلو تقول لهم عندنا هالمبلغ المعين نحن بدنا ننفقه على هالحاجيات وما فينا نتجاوزه، لحتى نعلمهم يعني التعود على انه الانفاق على قد الحاجه الموجوده بين دكتورة عبلة، هل من الحكمه استخدام المال كوسيله مكافاه على الاعمال الصالحه التي يقوم بها الاطفال، وفي الوقت ذاته وسيله عقاب على الافعال السيئه السلوكيات غير المرغوب فيها؟ العقاب انا ابدا ما بحب انه نحرم اولادنا من المال ابدا، اذا عندهم مصروف محدد انا بحب نعطيهم اياه. المكافأة من وقت للتاني بالمال جيدة، بس المكافأة يجب أن تكون متنوعة، يعني أنا ما لازم أبدا كافئ بنفس الأسلوب دايما، مرة مادي، مرة حضور فيلم، مرة دعوة لأصدقائه، مرة إعطائه الذهاب إلى مكان بحبه. فإذا نوعنا بالمكافأة مش غلط، وما نركز كثير على المصاري وما نجعلها أنه دويمة دايما. طيب سيدة عبلة، هناك مقولة تقول إن المسرفين هم أبناء مسرفين وإن المقتصدين هم أيضا أبناء مقتصدين، بمعنى أن عدم قول لا للطفل عندما يطلب أشياء وتوفير كل الأشياء للطفل يفقده الإحساس بقيمتها. هل توافقين على هذا؟ هالمقولة منا بالمطلق هيك، بس أكيد إذا ما رسمنا الحدود لأولادنا ما حيكونوا مدبرين. يمكن لما يكبروا هن ويصير عندهم مدخول خاص ويضطروا أن يكون في نوع من التقشف لأنه ما عندهم مدخول غيره، بيتعلموا كيف يديروا أموالهم. بس إذا نحن حدينا لأولادنا وعلمناهم أنه عليه الصلاة والسلام بيقول تخوشنوا إن النعمة لا تدوم، أنا أعتقد أنه التدبر لازم يكون بكل الأمور الحياتية وخاصة بالمال. لازم الولد يوعى على أنه في حدود معينة، كلمة انه ما في لا وانا شو ما طلب ألا يدفع سيدة عبلة، ألا يدفع الحرمان من المال والقسوة والتقتير على الأطفال أحيانا يدفع هؤلاء الأطفال إلى اختلاس الأموال من آبائهم وأمهاتهم؟ أنا ما قلت تقتير، أنا ما قلت بخل أبدا، أنا قلت الوسطية، وهذا اللي لازم يمشي. في وسطية نحن لازم نعتمدها مع أولادنا ونعلمهم إياها. الإسراف مش حلو والتقتير مش حلو، أكيد في وسطية الأهل لازم يوعوا لها لحتى يرسموا الحدود الطبيعية لأولادهم، لأنه الولد ما بيعرف حدوده. طيب. الولد بيصير عنده بطر وبتيجي اللعبة بكبها لأنه عارف إنه قادر يحصل على غيرها دغري، فما بيجوز هالأمر هذا. أيوة تفضل. سيدة عبلة، يعني هناك الأطفال عادة ما ينسون مقتنياتهم في المدرسة وفي النوادي وما إلى ذلك، أو أحيانا يحطمون ألعابهم ويحطمون مقتنياتهم ولا يحافظون عليها. هل ترين أن من الحكمة المرور على هذه السلوكيات مرور الكرام أم الوقوف عندها بحزم والعقاب على هذه السلوكيات؟ الحزم أنا كثير بحبه بالتربية، وأنا بتمنى أنه نوقف عندها بحزم. طبعا أول مرة أو ثاني مرة بدي نبه لأعطاء الطفل فرصة على أنه إذا نسي بدي أعطيه رخصة، بس إذا تكرر الأمر أنا بحب نكون حازمين. وفعلا إذا الولد بعد فترة دفع ثمن ما خسر مش غلط كثير، لأنه هيك بعلمه تدبر المال وهيك بعلمه قيمة الشغلة لحتى يحافظ عليها في المرات القادمة. السيدة عبلة بساط جمعة المتخصصة في علم النفس التربوي، شكرا جزيلا لك.